لقوا جثثهم مكسرة من الداخل، بس الجلد سليم، لا هو هجوم حيوان ولا هو عمل بشري. وحتى الجن لو شاف اللي صار راح يحكي أنا ماليش دخل يا جماعة. أهلا فيكو بملف جبل الأموات من الغرفة 204. سنة 1959 الاتحاد السوفيتي بقمة مجده العسكري قرر 10 من نخبة طلاب معهد أورال التقني محترفين بالتزلج إنهم يخوضوا رحلة مسافتها 300 كيلومتر وسط الثلوج. بتعرفوا التسلية أيام زمان كانت غريبة شوي، يا تكتشف قارة جديدة يا تموت من البرد وتصير ملف بالغرفة 204. القائد كان إيغور دياتلوف، هدفهم قمة جبل أورتان، وبالصدفة الاسم بلغة قبائل المانسي المحلية معناه لا تذهب إلى هناك، يعني الجبل مسمي حاله ممنوع الدخول والشباب رايحين سياحة. واضح إنها البداية المثالية لفيلم رعب. بالطريق واحد من الشباب اسمه يوري يودين، احفظوا هذا الاسم كويس ولقدام بتعرفوا ليش. صابه وجع أعصاب مفاجئ برجله واضطر يرجع. وقتها يوري حس حاله إنه منحوس وضاعت عليه الرحلة، بس لما شاف الأخبار بعد أسبوعين غالبا سجد سجدة شكر ما سجدها حدا بالاتحاد السوفيتي كله. الوجع اللي نكد عليه طلع هو صك النجاة الوحيد اللي خلاه يعيش، ويحكي لنا إنه كان آخر واحد لمسهم وهم دافين. وبنوصل ل1 فبراير، عاصفة ثلجية خلتهم يضيعوا الطريق وخيموا على منحدر جبل اسمه خولات سخيل، وبالترجمة الحرفية جبل الأموات، يعني الجماعة تركوا جبل لا تذهب إلى هناك وراحوا خيموا بجبل الأموات. إصرار غريب على اختيار أسماء بتطمن. وهون كان آخر تواصل معهم، وبعدها انقطع الاتصال معهم تماما. بعد أسبوعين فرق البحث والإنقاذ لقت الخيمة. ركزوا معي، الخيمة ممزقة من الداخل، يعني اللي خافوا منه كان معهم جوا، أو إنهم شافوا إشي مرعب لدرجة ما استنوا يوصلوا باب الخيمة ومزقوها من جوا. وبعد البحث بمحيط الخيمة بلشوا لاقوا الجثث اللي كانت متوزعة كأنهم هربوا بعشوائية منظمة. أول جثين لقوهم بملابسهم الداخلية بس وميتين من البرد. تخيل تطلع بدرجة حرارة -30 بأواعيك الداخلية. هاي مش شجاعة، هذا رعب شل تفكيرهم تماما. الكارثة بالأربعة اللي لقوهم بعد 3 شهور من البحث. بعد 3 شهور من البحث المتواصل لقوا آخر 4 جثث بوادي عميق، كسور بالجمجمة وتهشم بالقفص الصدري. الخبير الطبي قال هاي الإصابات بدها قوة صدمة سيارة مسرعة، بس الجلد سليم. كيف وشلون؟ الله وحده أعلم. والأنكى من هيك في بنت معهم اسمها لوديميلا، لقوها بدون لسان، برضو ليش؟ الله أعلم. هل القاتل كان عنده فوبيا من الكلام ولا في سر ما بده إياه ينحكى؟ وهون بلش البحث والنظريات تطلع، إشي رسمي وإشي غير رسمي. ولما سكرت الحكومة الروسية الملف سنة 1959 كتبت جملة بتخليك تشك بذكاء البشرية: ماتوا بسبب قوة طبيعية غامضة لا تقاوم. جملة مطاطية بتنفع لوصف انهيار ثلجي أو هجوم فضائيين، أو حتى لو واحد وقع عليه بيانو من السماء. تعالوا نحلل الخيارات اللي حطوها الخبراء على طاولة البحث. نظرية الانهيار الثلجي، هاي الرواية الرسمية لليوم، وبقول انه في كتلة ثلج ضغطت على الخيمة وهم نايمين، فخافوا من انهيار اكبر وشقوا الخيمة وهربوا. ماشي، منطقي، بس ليش الخيمة ظلت واقفة بمكانها لما لقتها فرق الإنقاذ؟ وليش آثار أقدامهم كانت واضحة وما تغطت بالثلج؟ الانهيار الثلجي بمسح الأخضر واليابس، مش بيعمل تاتش على الخيمة وبمشي. والأهم الانهيار بكسر عظام، مزبوط، بس ما بيقطع لسان ولا بيخلي الملابس مشعة ولا بيلون الجلد برتقالي، إلا إذا كان الثلج طعم الفانتا. نظرية الموجات الصوتية تحت السمعية، الانفراساوند، هون العلم بتدخل بخط الرعب.
في نظرية بتقول إنه الرياح لما تضرب بشكل معين بقمة الجبل بتولد ترددات صوتية منخفضة، والأذن ما بتسمعها بس الدماغ بحس فيها. هاي الموجات بتعمل حالة هلع وجنون فوري وفقدان توازن. هذا بيفسر ليش شقوا الخيمة وهربوا بجنون وهم مش شايفين قدامهم. بس هذا ما بيفسر الكسور الهائلة بالجمجمة. يعني هل الموجات الصوتية بتمسك الواحد وبتخبطه بالصخرة كأنهم بحلبة مصارعة؟ السلاح السري والكرات البرتقالية. وهون بنوصل للجانب المظلم اللي روسيا مش حابة تفتحه. بهذيك الليلة مجموعة ثانية من المتسلقين بتبعد عنهم بضع كيلومترات سجلوا بلاغات رسمية عن أجسام طائرة برتقالية تسبح بالسماء فوق المنطقة. النظرية بتقول إنه كان في تجربة لسلاح أو صاروخ انفجر فوقهم بالسماء. موجة الانفجار الضغطي هي اللي هشمت عظامهم بدون ما تترك كدمات زي ضغط الانفجارات العسكرية. وهذا بفسر ليش الملابس كانت مشعة وليش الحكومة الروسية أخذت وعيتهم وفحصتها بمختبرات سرية، وليش الجثث كان لونها برتقالي محروق. النظرية الرابعة نظرية حراس الجبل، وهون البعض راح لجانب الأساطير وقالوا إنهم دخلوا منطقة مقدسة أو منطقة صيد لكائن ضخم وقوي جدا، وهذا بيفسر قوة الكسور الهائلة وقصة لسان المقطوع وكأنه قربان. بس المحققين قالوا إنه ما في أي آثار أقدام غريبة غير أقدام الطلاب التسعة. يعني إذا كان هذا الكائن موجود فعلا فهو كائن طيار أو ماشي على الهواء عشان ما حدا يدري عنه. وبالنهاية ممر دياتلوف بيظل الثقب الأسود في تاريخ الحوادث الغامضة. العلم بعطيك نص جواب، والسياسة تعطيك جواب كذاب، والطبيعة بتظل ساكتة وتضحك عليك. ظلوا دائما بخير وانتظرونا بملفات قادمة إن شاء الله من الغرفة 204. معي أنا شرف عيد.